حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يستغل ظهوره في نهائي كأس العالم بقطر بغية إن هو يلمع صورته ويرفع من شأنه السياسي، ولكن من بوابة الحقل القروي. ولكن يبدو إن السيناريو بتاع 2018 ما تكررش المرة دي، وخسر الرهان ومعرفش يكتم حزنه اللي ظهر على وشه، وشمت الكتير في اللي كانوا بيتمنوا إن يشوفوا الحزن والكآبة على وشه. وفعلا حب ناس كتير في الوقت دوت ميسي اللي قاد بلاده هو ورفقائه، وتمكنوا من قبل انهم يخسروا المنتخب الفرنسي انه يرسموا على وش ماكرون الحزن الشديد، علشان يفرح ويشمت كتير من المسلمين من الراجل ده اللي كان سبب في ان هو يسخر من عقيدتهم سخرية من النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. لما بدأت المباراة وبغدت الأرجنتين فرنسا بهدفين، كان ظهر عليه الحيرة والقلق في المدرجات. ولكن لما رجع المنتخب الفرنسي وعادل النتيجة وانتهت المباراة بالتعادل علشان يتجه الفريقين لأشواط إضافية، بدأ الأمل يتجدد والسعادة والنشاط والحماس يظهروا على ماكرون. ولكن لما جه الهدف الثالث لميسي بدأ اليأس يتملك منه، ولكن رجعت له تاني البشاشة والسعادة لما لقى منتخب بلاده بيتعادل. ولما دخل ضربات الجزاء كان واقف في أتم الاستعداد علشان يثبت لنفسه تاريخ ومجد جديد، إن فرنسا في عهده هتاخد مرتين كاس العالم، وكان نفسه يعول على الاستثمار من الإنجاز ده علشان يثبت جدارته. ولكن شاء ربنا ان يرسم على وشه الحزن والكآبة، وابتسم الحظ للمنتخب الارجنتيني. وبعدها حاول ان هو يحفظ ماء الوجه، فوجه خطاب افراد المنتخب وللمدير الفني بيشيد بالدور الكبير العظيم اللي أدوه طوال المونديال في قطر. ولكن كتير من المتابعين لماكرون بالذات، وهو الرئيس اللي كان بيحرص دايما على دور ماتشات بلاده، كتير وجهوا النظر عليه في نص النهائي لما كان منتخب بلاده فرنسا بيلاعب المنتخب المغربي. وهنا وقف المسلمين والعرب اللي كانوا ماليين المدرج بالآلاف وجهوا له رسالة سياسية جامدة. وحرص ماكرون انه يستغل فرصة متابعته لمباراة نص النهائي امام المغرب واللقاء النهائي امام الارجنتين علشان يوصل رسائل سياسية تسمح ليه بتعزيز موقعه من بوابة كرة القدم. وده لما سعى للاحتفال بتفوق منتخب فرنسا على المنتخب المغربي، ولكن لقى استخفاف من الجماهير العربية والمغربية اللي حضرت وقعدت تردد عبارات لا إله إلا الله محمد رسول الله. واللي وجه ماكرون طبعا للجماهير قال لا مبالاة وما التفتش للي كان بيتقال في الملعب. ولكن جه النهائي واستطاع فعلا ميسي ان يمتلك قلوب كتير من محبيه وغير محبيه في البلاد العربية والإسلامية، لأنه رسم الحزن والكآبة على وجه ماكرون. وما كانش الحزن والكآبة بس هما اللي صابوا ماكرون، ده حصلت أمور بعد المباراة النهائية تهز مكانة وشعبية ماكرون عند الفرنسيين. وده لما حاول ان هو ينزل يواسي اللعيبة، ولكن لقى من اللعيب مبابي تجاهل شديد منه لما جه ان هو يواسيه، فبعد عنه وما ادالوش اي انتباه، وكأنه قال زي ما اتكتب في الصحف الانجليزية ليس وقتك الآن. وكان من الواضح ان خروج ماكرون بسياسته في ثوب كروي ما كانتش المرة دي فرصة ناجحة في مونديال قطر، مقارنة باللي حصل في مونديال روسيا اللي شهد تتويج منتخب بلاده على حساب كرواتيا.